لو انت من الناس اللي بتشيل هم بكره فالفيديو ده ليه، كمله للاخر واوعدك مش هتندم وهيفرق معاك. اللي انت شايفه في الصوره ده طائر اسمه النعام. سيدنا داوود عليه السلام كان بيدعي ويقول اللهم يا من يرزق النعاب في عشه ارزقني. والنعاب هو فرخ الغراب، يعني لما بيض الغراب بيفقس بيخرج منه فرخ صغير، والمقصود بيه انه غراب صغير. وقتها سبحان الله الاب والام بيستغربوا من شكله جدا، وده عشان بيخرج من البيضه لونه ابيض ومن غير ريش. الام والاب بينكروه وبيسيبوه وبيطيروا. طبعا هو لسه مولود، ده حتى ريشه لسه ما طلعش، مش هيعرف ياكل نفسه واحتمال كبير قوي يهلك. فتخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له نوع معين من الدود بيشم ريحه منقار النعاب، بيحب جدا انه يقف عليه، والنعاب بياكل من الدود ده وبيتغذى عليه، فبالتالي ريشه بيطلع. وبمجرد ما ريشه بيطلع الاب والام بيرجعوا له تاني وبيعرفوه وبقى شبههم خلاص، وبيبداوا يعتنوا بيه. النعاب الصغير اللي موجود على شجر مفيش اي حد في الدنيا يساعده عشان يوصل له رزقه من الاكل، لا ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له رزقه لحد منقاره لحد عنده. فانت بقى لسه شايل هم بكره؟